احنا ماشيين في محافظة الغربية. طبعا احنا بنحاول نوصل لمكان التجار عن طريق المناديب بتاعتنا اللي موجودة في المحافظات. شفنا تاجر اسمه بقالة النجاشي. بقالة النجاشي ده شكله تاجر كبير وعنده توفر من السلع يعني، وما شاء الله رصص السلع رصة كويسة، حاجة تفتح النفس يعني ما شاء الله يعني. فهنخلينا نخش عليه ونشوف الدنيا ماشية ازاي كده عنده. السلام عليكم، ازيك يا حاج؟ اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. ايه اخبار الصرف عند حضرتك النهارده؟ تمام والله يا حضرتك. انا مدير مشروعات شركه افت، احمد عزت. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. عايزك بس تقول لي الدنيا النهارده، الاداء النهارده كويس وزي كل شهر ولا في اختلاف؟ ولا عايزك تشرح لي الدنيا بالنسبه كشغل وشغل مكنه. اهم حاجه شغل المكنه. النظام اللي قبل كده سريع جدا يعني، كتموين كعيش، كموضوع بسيط يعني. كنا مفكرين انه هيبقى معقد لكن طلع سهل جدا. انت تقريبا بتصرف كام بطاقه في اليوم؟ يعني تقريبا من 350 ل 400. تمام. نجرب كده. انا عايز اشوف كده الوقت المستغرق تقريبا في خروج الايصال. ايهاب 4 يا حاجه؟ لا ايهاب 2 تقريبا. 2 ولا 4 عشان انا ما استعلمتش بس. ما شاء الله ما عندك المحل كويس وشكله يفتح النفس. احنا هنيجي نقعد عندك هنا نفتح فرع عندك. امرك امرنا. تمام خلاص خلصت العمليه. هنرجع تاني المكنه. جاري الطباعه اهوت. يعني زي ما احنا شايفين ان البطاقه خدت اقل من 30 ثانيه. يعني استجابه الخادم للبطاقه اقل من 30 ثانيه من ساعه ما ضرب البطاقه لحد ما طلع الايصال. وهحطها تاني. معلش قول تاني كده ما سمعتكش. الزملاء تجار زمايلنا ان انا اشيل البطاقه واحطها تاني عشان اضرب فرق العيش، لا انا ما بشيلهاش من مكانها، انا بعمل كنسل. صح كده. بتعيد، هي بتحس البطاقه بتعمل كانها. ايوه. وتكتب الرقم السري تاني. وتضرب العمليه اللي بعدها. طب انت نزلت برنامج تجار مصر؟ ان شاء الله. ايه بقى، واحكي لي عن برنامج تجار مصر. هو برنامج جميل يعني، بيخدم التاجر يعني، في خدمه التاجر. طب انا عايز اشوفه على موبايلك كده، اشوف نزلته ولا لا. اتفضل. لا انت تفتحه لنا كده وريني. ايوه اهوت كده 15. طب اشرح لي كده ايه اللي موجود فوق ده. ايه استعلام عمليات ده؟ استعلام عمليات ده لو في بطاقه عميل مثلا صرفت على المكنه وما سمعتش عندي، ممكن اجيب رقم البطاقه بتاع العميل وادخلها على البرنامج واعرف هي صرفت من عنده ولا لا، بدل ما اخليه يروح مشوار. بالظبط كده، صح كده، الله ينور عليك. طب والثانيه دي ايه عمليات ايه؟ في عمليات بقى، العمليات الكامله بتاع التموين. يعني انا ضربت اهوت تقريبا حوالي 300 بطاقه. طيب. كلهم ظاهرين والاجمالي بتاعهم موجود واجمالي الهامش والحر اذا كان يعني ده بيعمل لك اضافه للشغل ولا ده يعتبر زي تسويه يعني؟ لا قصدي انا عايز اقوله لك ان ده بيضيف لك في الشغل ولا أكيد طبعا ده يفيدني كتير. يعني لو المكنه مثلا فيها اي عطل، فيها اي حاجه، هعرف كل حاجه من داخل البرنامج. بيساعدك طبعا. انت تبقى ورا المحل تبقى شايف المحل شغال ازاي. مفيش مشكله، الواحد ممكن بره المحل خالص ويخش على البرنامج يعرف هم شغالين ولا العماله واقفه ولا مزوغين ايا كان بقى. انا اتشرفت بمعرفتك وان شاء الله بالتوفيق، واحنا ومعاك طبعا فريق العمل الموجود في فرع الغربيه. تحت امر حضرتك في اي وقت وعلى مدار الاسبوع. تحت امر حضرتك. شكرا جزيلا يا باشا، شكرا جزيلا.